ليه يا بنتي بتعملي كده؟ انت ليه بتعمل كده؟ انت عارف ان ده غلط وبتعمله، وانت عارفه ان ده غلط وبرضه بتعمليه. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده لانه ده بيبقى غالبا نابع عن احساس بالظلم جوانا. انا مظلوم، انا مأذي من اللي قدامي، انا اتخنت من اللي بيحبوني كلهم، انا وحدي. الاحاسيس دي كلها بتديني جرين كارد اني اعمل اي حاجه غلط. واحنا دلوقتي هنحكي هي ايه الحاجات دي، وبيبقى ليها مبرر جوايا. يعني لما تيجي شويه بنات تتضايق ينزلوا يعملوا ايه؟ ينزلوا يعملوا شوبينج، يصرفوا فلوس عشان احساسهم بعدم القيمه اللي جه من ورا الموقف او المشكله اللي هم فيها يعلى. انا بمتلك الانا تعلى، فانا بحس بقيمتي. مع ان ممكن البنت اللي تعمل كده تروح ترمي البلوزه او ترمي اللبس اللي اشتريته كله وما تبصش فيه اساسا تاني، بل بالعكس يبقى كل ما تشوفه بيفكرها بالمشكله وما ترضاش تلبسه. الشوبينج دي طريقه غلط. ايه تاني غلط؟ الغلط اني انا امتلك احساس بالمتعه. انا متضايق، انا مش لاقي حد يطبطب عليا، انا جعان حب، فاعمل ايه؟ اشوف ايه اللي بيبسطني واعمله. يعني في واحده تنبسط بالاكل، تجري على التلاجة زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات وتقعد تاكل كتير. وفي واحد تاني ينزل مع صحابه ويشرب سيجاره، وطبعا احنا عارفين انه عمرها ما بترسى على سيجاره. بس في واحده تانية متعرفش تنام بالليل من كتر المشاعر دي، تروح تلجأ ان هي تاخد منوم او مهدئ. وده غلط، لانه ده بيديها احساس بالراحه كاذب. كمان في بعض الشبان او دلوقتي كمان البنات بيقعوا في حته احساس بالمتعه ويروحوا يتفرجوا على افلام اباحيه، او يكون في ما بعد اي انحرافات جنسيه تاني. ده بيبقى ناتج من جواهم عن احساس بالظلم، وده بنكتشفه لما بنتكلم مع الشخص. انت ليه يا ابني بتعمل كده؟ ما انا بعمل كده عشان حصل زمان كده معايا. لازم تخلي بالي كويس خالص، وتخلي بالك انت كمان كويس خالص. وقت ما انت متألم انت ضعيف، فضعيف قدام اي حاجة غلط، فلازم تخلي بالك. وعشان سهلة تبقى احلى، اعملوا لايك وفولو وتابعوني في كل جديد.